Hello everyone, welcome again to Learn Arabic with us. أهلا بكم وكيف حالكم؟ أهلا بكم مرة أخرى في تعلموا العربية معنا. Today we will continue the reading of تفسير القرآن الكريم or the Quran Kareem explanation for الشيخ الشعراوي. Let's start. ومن عظمة علم الله تبارك وتعالى أنه يعلم المؤمن ويعلم الكافر دون أن يكون جل جلاله تدخل في اختيارهم. فعندما بعث الله سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام ودعا نوح إلى منهج الله 950 عاما، وقبل أن يأتي الطوفان علم الله سبحانه وتعالى أنه لن يؤمن بنوح عليه السلام إلا من آمن فعلا، فطلب الله تبارك وتعالى من نوح أن يبني السفينة لينجو المؤمنون من الطوفان. واقرأ قوله جل جلاله. وهكذا نرى أنه من عظمة علم الله سبحانه وتعالى أنه يعلم من سيصر على الكفر، وإنه سيموت كافرا. وإذا كانت هذه هي الحقيقة، فلماذا يطلب الله تبارك وتعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم بالمنهج وبالقرآن ليكونوا شهداء على أنفسهم يوم القيامة، فلا يأتي هؤلاء الناس يوم المشهد العظيم ويجادلون بالباطل أنه لو بلغهم الهدى ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لآمنوا. ولكن لماذا يختم الله جل جلاله على قلوبهم؟ لأن القلب هو مكان العقائد، ولذلك فإن القضية تناقش في العقل تناقش في العقل، فإذا انتهت مناقشتها واقتنع بها الإنسان تماما، فإنها تستقر في القلب ولا تعود إلى الذهن مرة أخرى، وتصبح عقيدة وإيمانا. والحق سبحانه وتعالى يقول: وإذا عمي القلب عن قضية الإيمان فلا عين ترى آيات الإيمان ولا أذن تسمع كلام الله. وهؤلاء الذين اختاروا الكفر على الإيمان لهم في الآخرة عذاب عظيم. ولقد وصف الله سبحانه وتعالى العذاب بأنه أليم، وبأنه مهين، وبأنه عظيم. العذاب الأليم هو الذي يسبب ألما شديدا، والعذاب المهين هو الذي يأتي لأولئك الذين رفعهم الله في الدنيا. وأحيانا تكون الإهانة أشد إيلاما للنفس من ألم العذاب نفسه. أولئك الذين كانوا أئمة الكفر في الدنيا، يأتي بهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة
أمام من اتبعوهم فيهينهم. أما العذاب العظيم فإنه منسوب إلى قدرة الله سبحانه وتعالى، لأنه بقدرات البشر تكون القوة محدودة، أما بقدرات الله جل جلاله تكون القوة بلا حدود، لأن كل فعل يتناسب مع فاعله وقدرته، وقدرة الله سبحانه وتعالى عظيمة في كل فعل. وبما أن العذاب من الله جل جلاله فإنه يكون عذابا عظيما. Thank you very much. Please practice that and see you next time. شكرا وإلى اللقاء في المرة القادمة. مع السلامة.